لو بتفكر تروح لسيرينا في العين السخنة الفيديو ده ليك. في الفيديو ده هاخدكم معايا جولة تفصيلية لأجمل الأماكن اللي ممكن تخرج وتستمتع فيها داخل القرية، من أول قفص النسانيس لحفلات الكافيهات للمراجيح والملاعب المجانية، وكمان لسه في مفاجآت. يلا نكتشف مع بعض وكون مطمن. أنا أصلا لفيت القرية من أولها لآخرها وأرشح لكم كل الأماكن اللي ممكن تقضوا فيها أحلى وقت وبأقل تكلفة كمان. نبدأ. القرية فيها 3 مناطق للفسح. في أول حاجة لسيرينا 1 وبعدين لسيرينا 2، وكمان في مناطق على البحر وكافيهات وحفلات. نبدأ بسيرينا 1. أول حاجة هتقابلك وانت بتتمشى قفص النسانيس، مكان لطيف للأطفال والكبار كمان. هتلاقوا النسانيس بتلعب وانتوا كمان ممكن تأكلوها. بعد كده هتلاقي حفلات بتتعمل على حساب الكافيهات، زي مثلا كافيه حمادة والتكية. الحفلات فيها موسيقى ودي جي، الحفلات كلها موسيقى ودي جي والناس كلها عم بتغني وتفرح، وكمان بيعملوا مسابقات. بس خليني اقولك بصراحة الاسعار هناك غالية جدا. يعني مثلا الحاجة الساقعة ب60 والحاجة السخنة ممكن توصل ل70، وده اسعار مبالغ فيها جدا. فنصيحتي اقعد واستمتع، ولكن لو ناوي تطلب خليك في الحاجات البسيطة. دلوقتي خليني اقولك على كنز حقيقي، الايس كريم في الشارع، مش بتاع الكافيهات بس بصراحة كان طعمه حكاية. انا جربت اللي في الكافيه وجربت بتاع الشارع والفرق رهيب، وكمان سعره مش غالي خالص. ده ب25 جنيه، اللي احنا كنا شارينه اصلا في الكافيه كان ب100 جنيه وكان طعمه زي الزفت. ندخل بقى على محلات الاكل في لسيرينا. مش هنلاقي محلات كتير بس كان في يعني موجود في حوالي 3-4 محلات. مش فاكره بصراحه هما كانوا عباره عن ايه، بس تقريبا كان في بيتزا وبرجر، كل الحاجات اللي احنا قلناها دي في لسيرينا 1. ندخل بقى على منطقه لسيرينا 2 اللي هي فيها فسح مجانيه بالكامل ما عدا المحلات وركوب العجل. اول حاجه هتقابلك مراجيح للاطفال مجانا بالكامل، وفي كمان قدامها كراسي ممكن تقعدوا عليها. يعني بصراحه احنا قعدنا واخواتي الصغيرين راحوا يلعبوا، وكانت مجانيه وكانت لطيفه. يعني انا هوريها لكم كلها. وبعد كده كان في كافيه مش دخلنا، كان نفسي اوريه لكم بس يلا. والكافيهات اللي هي موجوده في لسيرينا 2 مش كان فيها اي حفلات، كانت فاضيه خالص، هو بس تقعدي وتشربي الحاجه اللي انت عايز تشربيها وخلاص. وبعد كده عدينا على حاجه طويله قوي شبه المسله، لو حد عارف ايه ده يقول لنا. وفي الاخر كان في ملعب كبير للولاد والبنات، كان في تنس وكان في كره قدم وكان في طايره ومكان كبير للقعده. وبالنسبه لركوب العجل هو موجود في لسيرينا 1 ب40 جنيه، وكمان كان موجود في لسيرينا 2 عند الملعب، بس على ما افتكر ان هو كان هناك غالي شويه. وفي الاخر لازم تروح تقعد على البحر بالليل، مفيش اجمل من الهوا وصوت الموج وريحة البحر، والمكان بيكون مليان كافيهات وفي حفلات كمان. نفس الحفلات اللي كانت موجودة هي ناس اصلا تبع نفس الكافيهات اللي هي كانت موجودة في السيرينا 1، اللي هي التكية ده بيبقى عامل حفلات على البحر وحفلات جوه المكان نفسه. بس ما تنساش الزلابية ب50 جنيه للعلبة، طعمها كان تحفة وسعرها احلى من الكافيهات بكتير. ودي كانت جولتي، جرب وعيش اللحظة بنفسك. وقلت برضو مش هسيبكم كده ان انتوا تايهين ومش عارفين الحفلات كانت فيها ايه، فانا هوريكم جزء منها. نفسي متابعة ولا انت في العلم سقط الجامعة؟ لو استفدت او حبيت الجولة اعمل لايك واشتراك، عشان جاي في الطريق جولات اكتر ومصايف تانية وتجارب هتخليك تحس انك هناك من غير ما تتحرك من بيتك. انا محتوايا بسيط بس حقيقي زيك بالظبط. وقولولي ايه اكتر منطقة حبيتوها. في فيديو مهم اوي تتفرج عليه لو انت رايح لسيرينا، بيحكي عن تجربة الكاملة وعيوب ومميزات القرية، وكمان سعر الشاليه وشكل الشاليه من جوه، هتلاقيه في وصف الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.